يا عم كولر، ده فرح اختي الوحيده تقولي ماتشي مع فريق درجه تانية ومحتاجني في ايه؟ ده قفشه يقوم بيهم كلهم. وبعدين احنا حددنا الليله والناس عرفت، والنقطه اللي هتيجي دي مين هيلمها؟ وعمرو دياب ورضا البحراوي جايين وعملوا فرح مجال علشان الناس تفرح معايا. كل دي فلوس هتبقى على الارض، وانا قايل لك في نقطه حلوه هتترمي عليا وانا برقص، وابويا عدم الناس على حس اني قاعد في الفرح من الصبح. مش هينفع اصغر الناس دي كلها واجي الماتش اللي ملوش لازمه ده. كولر في حيره بعد الموقف اللي حطه فيه كهربا بعد ما مشي من المعسكر بسبب فرح اخته اللي ما كانش قايل لحد عليه، وجه على غفله وخلى اللعيبه في اوضه اللبس متشتته، لان الاهلي معروف بالانضباط. وقبل اي ماتش مهم خصوصا في افريقيا مفيش لاعب بيسيب الفريق غير المصاب او اللي خارج من القايمه. كولر عاتب على كهربا عشان ما قالش ميعاد الفرح قبلها بوقت كفايه علشان يشوف ويحضر البديل بتاعه، وقال له انت يا كهربا هتسيبني في الماتش المهم ده واحنا متعادلين اخر ماتش؟ هنزل مين مكانك؟ طاهر مدرس الفرنساوي ولا قفشه اللي عايز حد يشيله ويجري بيه؟ انت حواراتك كترت معانا وعايز تهز صورتي قدام اللعيبه. شكلك بتحب معاملة مرتضى منصور. وليه ما تقولش على ميعاد فرح اختك من بدري علشان نجيلك؟ ولا انت مستعر مننا؟ ما تقلقش هنشرفك. لكن كهربا وضح له ان الميعاد جه على غفلة بسبب ترتيب جوز اخته اللي شغله بره مصر ونازل اجازة يكتب الكتاب ويسافر تاني ومع عروسته. ووضح له كهربا سبب تمسكه ببشيانه، وقال لكولر وبعدين ده جاي لي نقطة بالدولار ومحتاج كل سنت فيها عشان اسد غرامة الزمالك واخلص من وجع الدماغ وافوق شويه من الدوامه اللي انا فيها دي. لكن الكلام ده ما دخلش على دماغ كولر اللي مقتنع ان كهربا فعلا لم فلوس الغرامه بعد مشاركته مع رامز السنه اللي فاتت والكام اعلان اللي عملهم على حس النادي الاهلي. ده غير كام رجل اعمال قال انه هيتدخل ويساعد علشان الفريق محتاج له. لكن يظهر ان كهربا حسبها غلط وما توفقش في تفكيره، لان معظم اللعيبه بتحضر افراح اهلهم عادي وبتلاقي زمايله معاه وبيبقى متبلغ عن الموضوع من فتره كفايه. لكن هنقول ايه بقى، ربنا يهديه. الموضوع بين كهربا وكولر لسه ما خلص، وشكل هيحصل صدام بينهم اول ما يشوفوا بعض في النادي، والموضوع هيتعقد اكتر لو الاهلي تعادل او خسر، لان كهربا لاعب مؤثر مع الفريق ووجوده بيفرق مع النادي في الوقت